السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. في وصفة اليوم غادي نحضر معكم حلوة دوازتي، حلوة اللي سهلة بسيطة واقتصادية في المقادير، ما كتاخدش معنا وقت طويل باش كنحضروها، تصلح بزاف الاوقات الشاي. خليكم مع الوصفة وتابعوها حتى الاخير. في مقادير هاد الحلوى اللي غادي نحضرو اليوم غادي نحتاج ل 125 غرام ديال الزبدة المارغرين، غادي نضيف لها كأس سكر حبيبات الوزن ديالو 140 غرام، رشة ديال الملح لتصحيح الذوق، وكأس ديال الزيت. الكاس باش عبرت السكر هو اللي كناخد به القياس ديال الزيت. غادي نضيف كيس ديال سكر الفاني، وحبة واحدة ديال البيض. غادي نخلط هاد المكونات بيدي مزيان باش كتجانس لي ديك الزبده مع السكر والزيت حتى كنحصل على خليط كيكون بحال بوماد. وباش غادي نسم هاد الحلوى غادي نضيف كيس ديال الفلان بنكهه الكراميل اللي كيعطيه واحد الريحه واحد المذاق زوين بزاف. ودابا غادي ندوز باش نضيف الدقيق اللي غادي نحتاج ل 450 غرام حتى ل 500 غرام ديال الدقيق، كيبقى على حسب النوعيه واش كيتشرب او لا وعلى حساب المقادير. وكنضيف كيس ديال خميره الحلويات الوزن ديالها 8 غرام. ومين كنقرب نجمع العجين كنضيف ملعقه كبيره ونصف ديال الشكلاط فيرميسيل باش كيعطيني واحد اللون زوين في هاد الحلوه. كنجمع العجين بلا ما كندلكها حتى كنحصل على عجينه كتكون رطبه وفي نفس الوقت كتكون متماسكه. كندوز باش نشكل الحلوى اللي كندير منها كرات، كيكونوا الكرات في نفس القياس وكنبسطهم شويه بيدي. كندوز الوجه ديال الحلوى في السكر حبيبات وعاد كنحطو في الصينيه ديال الفرن. غادي نرشم هاد الحلوى بالطابع ديال الشهده الا كان عندنا متوفر، الا ما متوفرش كنستخدم اي طابع عندنا. كندوز الطابع في شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقش فيه العجين وكنكمل.
كندخل الصينيه ديال الحلوى الفران اللي كيكون ساخن مسبقا، درجه الحراره على 180. كنخليها طيب من الاسفل، عاد كنشعل عليها من الفوق باش كتحمر. وهذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران. كيجي الشكل ديالها زوين بزاف واللون ديالها مذهب، ما كنخليوهاش تحمر بزاف. حلوى اللي سهله وسريعه في التحضير، ما كتاخذش وقت طويل، وحتى المقادير ديالها في المتناول. نتمنى تجربوا هاد الحلوى لدوازتي وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك باش تدعموني ننزل لكم وصفات اكثر، وتشتركوا في القناه الا كنتو جداد. نخليكم الوصفه جديده وفيديو جديد. بسلام عليكم.